أطلقت السيدة زبيدة الجلفاوي والدة الهاكر الجزائري حمزة بن دلاج المسجون بأمريكا بتهمة قرصنة بنوك عالمية، والتي تداولت وسائل إعلام أنباء عن الحكم عليه بالإعدام، أطلقت صرخة أم مفجوعة بابنها الذي لا تعرف عنه شيئا منذ اعتقاله من طرف الانتربول بتايلاندا، وذلك قبل 3 سنوات. وناشدت المتحدثة في أول ظهور إعلامي لها عبر تلفزيون النهار، ناشدت السلطات الجزائرية التدخل لفك هذا اللغز الذي طال أمده. رفيق خلف الله رصد التالية. ما اتصلوا بينا، ما عطونا الخبرات، ما حتى حاجه، ما على بالناش كامل. ما عنديش كامل معلومات عليه، ما عندي حتى حاجه عليه. درني في 3 سنين ما كان حتى حاجه، ما كان حتى معاونه، لا سلطات لا حتى حاجه. الجزائر ما درت والو، حتى شفت وليدي راه في الخبر بلي حكموا عليه بالاعدام. هذه اللي خلاص هلكتني بزاف، ما قدرتش. بعد ما تم القبض عليه في 5 جانفي 2013 ما سمعنا حتى خبر عليه. تكلمت معه يما خطرها برك مرة واحدة، جست عليها واحد العام هكذا. من هذاك الوقت ما سمعنا أي خبر، ما حتى سلطات الدبلوماسية تاعنا ما جانا حتى اتصال من عندهم. منذ كان نطالب ونطلب من الدبلوماسية الجزائرية والسلطات المحلية باش تعاوننا ونساعدو باش نشوفوا خويا كيفاش راهي الحقا لافير تاعو، ونطالب منهم السلطات الجزائرية تدعمنا باش نهبطوا خويا شارع في البلاد.